دلوقتي احنا اتكلمنا عن حكم الإشهاد على الطلاق. مم. طب ايه هو حكم الإشهاد على الرجعة؟ هل لازم يكون في إشهاد؟ ممكن اسالك سؤال؟ مم. ايه الفرق بين الاشهاد على الرجعه واعلام الزوجه بالرجعه؟ عارفه؟ هو في فرق بينهم؟ ايوه، هو ده الخلط بقى. والمساله دي مهمه قوي، ولو سمحت ركزي لكل ست ولكل رجل متزوج. دلوقتي ايه الفرق بين الاشهاد على الرجعه وبين اعلام الزوجه بالرجعه؟ دي مساله ودي مساله. المساله اعلام الزوجه دي هنعملها الفيديو القادم بمشيئه الله. بس عندي حاجه لو سمحت، لو انت ما شفتش الفيديو بتاع امس اللي هو الاشهاد على الطلاق مش هتفهم الفيديو ده. لازم تروح للماضي الاول وبعد كده تعالى اتفرج على ده. فاكرين لما ذكرنا في الفيديو الماضي ان المسألة دي على قولين؟ هم نفس القولين هنا، بين الاستحباب وبين الوجوب. جماهير اهل العلم قالوا كذلك، الاشهاد على الرجعة مستحب. ليه؟ خد بالك بقى. قالوا الله عز وجل قال امسكوهن بمعروف فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا. ربنا ذكر لفظ الامساك او لفظ الفراق وبعد كده ذكر الاشهاد. هم بيقولوا ايه بالبلدي عشان الناس تفهم؟ بيقولوا لو كان الاشهاد على الرجعه واجب لكان ربنا قال ففارقوهن بمعروف واشهدوا او فارقوهن بمعروف واشهدوا. طب هو ربنا قال كده؟ لا، ربنا قال فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا. فقدم لفظ الامساك والفراق ثم ذكر الاشهاد، فدل على ان الاشهاد مستحب وليس بواجب. الدليل الثاني، قالوا لا يوجد في كل إشهاد في القرآن دليل على أنه واجب، وإلا فإن الله عز وجل قال وأشهدوا إذا تبايعتم. وده ذكرناه الفيديو الماضي. هل إن أنا عشان أروح أشتري رز ولا خيار ولا طماطم ولا مستلزمات السوق ولا البيت أجيب 2 شهود يشهدوا؟ وهذا لم يقل به أحد. كذلك بيقولوا ومن متى إذا أراد الرجل أن يباشر حقه أن يستأذن أو أن يشهد؟ هو انا عشان اروح ارجع مراتي ان ده حقي، حق الطلاق والرجع ده حقي، انا اروح استاذن مين؟ هو الراجل عشان يروح يرجع بيته يروح يشهد ولا يروح يستاذن؟ هذا لم يقل به احد. اخر حاجه الجمهور قال بيها ان اصلا الاشهاد ده من باب حفظ الحقوق ومنعا للتجاحد. واكتب القاعده الفقهيه اللي العلماء قالوها دي: ما كان لحفظ الحقوق لا يشترط لصحه العقد. يعني مش كل حاجه احفظ بيها الحقوق على كلامكم كده. طب ما هي القايمه اللي بتتكتب النهارده لو احنا ما كتبناهاش بقى يبقى خلاص الزواج باطل، لان بنحفظ بيها الحقوق. لكن هل في حد من اهل العلم بيقول كده؟ لا طبعا. القايمه دي عادي احنا بنعملها لحفظ الحقوق. الخلاصه عشان ما اطولش عليك ده كلام الجماهير. طب القول الثاني بقى، خد بالك عشان الشيخ الاسلام ابن تيميه دخل في المساله. يعني في خناق، ولما اقول لك ابن حزم دخل معاه شيخ الاسلام ابن تيميه اعرف ان يعني المساله قد اشتعل الراس شيبا منها.